السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكاء وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي بعد الهزيمة على فرنسا 2-0. شاهد ماذا قال وليد الركراكي في أول تصريح له بعد مباراة نصف نهائي كأس العالم. بس قبل ما نبدأ، عطر فمك بالصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن انتهت مباراة المغرب وفرنسا وذلك بهزيمة المنتخب المغربي، قال وليد الركراكي في تصريح هز العالم: هناك شيء غير طبيعي خلال هذه المباراة. قد دخلنا وإحنا على يقين إننا سنفوز ونهزم فرنسا، ولكن الوضع لن يكون طبيعي أبدا. خسارتنا اليوم لن يكون لها علاقة بالحظ، لأن فرنسا كانوا مستعدين لأي شيء من أجل أن نخسر المباراة، وهذا الأمر يحتاج للتحقيق، لأن أسود الأطلس قدموا أحسن ما لديهم خلال المباراة، لافتا إلى أن الشوط الثاني كان أداء جيد جدا للمنتخب المغربي. وقدم وليد الركراكي اعتذاره للمغاربة بعد الهزيمة أمام فرنسا.